السلام عليكم البنات الحنطيات. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قراءة أطفال جديدة للبنت الحنطية بتاريخ جديد بجهد الله ورسول الله. اليوم غندير فال البنت الحنطية. بنيتي الله يسهل عليك، الا باغا طاقتك توصلك ولا باغا فالك يوصلك، الله يرضي على بنيتي صلى على النبي وطلبي التسليم الولد الجواد وديري نيتك. اكيد راه حتى شي حاجه ما تتقضى بالنيه ومول النيه بجهد الله ورسول الله ديما حاجتهم قضيه. حنا مزوقين في الله ومزوقين السيادي ومزوقين في رجال الله ومزوقين في مالين النوبه البنت الحنطيه. يا بسم الله ضم راختي على فالك، يا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مالك اخيتي مع عيشه السودانيه طالعه في طاقتك كل ساعه تتقلب كارتها. يا بسم الله البنت الحنطيه. يا بسم الله قلبك بنيتي هات خمامك ها باش ياتيك الله. قلبك تخمامك باش ياتيك الله، قلبك تخمامك باش ياتيك الله. يا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. البنت الحنطيه قلبك اختي على الضنايا، مقنتشه على ضنايا. واش عندك شي مشكل في الانجاب؟ واش عندك شي مشاكل ديال الوليدات مع وليداتك؟ الله اعلم. تتفكر اختي في حاجه الخير وتتفكري في الفلوس. رزق قليل عليك هاد الايام والرزق عليك محبس. ربي غادي اتيك بنيتي بعتبه جديده، غادي تفرحي على امور عتبه جديده بجهد الله ورسول الله. ربي يكتب لينا وليك مكاتب الخير بنيتي. يا بسم الله حنا مزوقين في الله. يا بسم الله البنت الحنطيه بنيتي مقنتشه على ضنايا. اما راه عندك بنيتي شي مشكل في الانجاب ولا عندك شي ثقه في الارحام. هادشي اللي طالع لي. كاينه فيكم اللي عندها ثقه في الارحام، وكاينه فيكم بنيتي اللي مقنتشه على الضنايا عندها شي مشكل ديال بنيتها اولا مقنتشه مع بنيتها لان طلع لي امور نتوى محبسه على شغل الضنايا. مازال ربي غادي ينصرك في شي حاجه د الخدمه. شي وحده نتوى بيضاء اختي باغا تنتصر عليك في شي امور خدمه. نتوى بيضاء بنيتي الحنطيه باغا تنتصر عليك في الخدمه، باغا تخرجك من الخدمه ديالك، اولا باغا دير لك شي مقلب، اولا باغا دير لك شي فخ ولا شي مكيده. راها باغا تنتصر وباغا تضحك عليك وباغا تشمت عليك في العتبه في الخدمه عفوا. سمعتيني؟ عندك اخيتي شي امور ديال طابله المخزن على شغل البلاد البعيده. سمعتيني؟ على شغل البلاد البعيده. وشي الذكر اخيتي تنشوفو سمر. انا راه ما تنقراش كارطه. شي ذكر بنيتي تنشوفو سمر راه باغي ياخد لك شي فلوس ولا باغي ينصب عليك على شي فلوس. الا كنت اختي دايره محامي ابنيتي الحنطيه، الا كنتي دايره محامي على شي حاجه في طابله المخزن على قبال البلاد البعيده، واش يوقف لك على امور الورق ولا يوقف لك شي حاجه على امور البلاد البعيده، كنقول لك ردي بالك. يمنا كان هاد الذكر سمر، هاد المحامي هو هاد الذكر سمر اللي رانا تنهضر عليه، اولا هاد السيد اللي غيتكلف لك بالورق هو هاد الذكر سمر اللي رانا تنهضر عليه. راه غيشمتك على شي فلوس غياخدها منك. وصلات على النبي. غتفرحي وتزهري اختي على علام الفرح. تتفكري في الزواج. كاينه فيكم نتوى الحنطيه اللي راه تتفكر في الزواج. سمعتيني؟ اولا اللي راها واقفه على الزواج، اولا اللي راها هازه كفوفها للسما وطالبه ربي يفتح لها امورها ديال الزواج. راه علام الفرح واقف. ولكن اختي هانتي عندك سحور عكوسات. السحور اختي واقف لك على زهرك، واقف لك على رزقك، واقف لك على علام فرحك اللي هو امور الزواج. سمعتيني؟ واقف لك على زهرك، معكس لك يعني واقف لك على زهرك، يعني العكوسات ديال الدنيا والدين تتواجهك. الحاجه اللي تتحطى فيها يدك تتعكس. وواقف البنيتي على رزقها. الارزاق قليله وتيلا دخلت فلوس كثيره مهنا دازو. بحال سميت الله، بحال اللي الفلوس كتشوفها غير بعويناتك دايزه محداك دغيا تتخسر. ووقف لك بنيتي على علام فرحك اللي راكي مقنتش عليه ولا راكي تتفكري فيه. وقف لك على امور الزواج، محبس لك طريقك ديال الزواج. سحر احنا غنعرفوا التفاصيل نعرفوا. شي وحده اخيتي سمره معاونك اولا تتهضر لك على شي ذكر عريض الكتاف، اولا راه غادي تلاقيك بشي واحد عريض الكتاف غادي يكون لك بالفرحه والزهر. شي وحده نتوى سمره اخيتي كنشوفها واقفه معاك في شي علاقه بينك وبين شي عريض الكتاف بالفرحه والزهر. اولا غادي تلاقيك، اولا غادي تكون شي وحده ولا غادي تكون شي وحده خيط ابيض مع شي ذكر ابيض. لان تنشوف وحده سمراء خيتي واقفه معاك بالفرحه والزهر على امور شغل ذكر ابيض. سمعتيني؟ وعند بنيتي عندك حمومي راه خيتي مخاويين. هاد جوج ملي تيطلعوا لي هاد جوج ورقات
كنعرفك راكي ملايكيه وراكي بنت الجواد، عندك الجزاره وعندك لاله ميرا مسلمين وطالبين تسليم الجزاره، غادي يكونوا لك بالفرحه والزهر وغادي يسرحوا لك طريقك الا خدمتيهم، خصوصا امور الارزاق وامور الخدمه. ولاله ميرا هي اللي غادي تكون لك مفتاح ديال امور الزواج. سمعتيني؟ عندك اختي لاله ميرا، هي الا خدمتي ديك الاسحار وديك امور العكوسات اللي عندك وديك الروينه اللي محبسه لك زواجك، اللي محبسه لك علام فرحك يوقف، الا بغيتي تزوليها غادي تحطي شغل لاله ميرا، غادي تكون لك بالتحسين وغادي تكون لك بطفيات الخميره وغادي تكون لك بالقبول، وغادي تسرح لك طريق الزواج. يعني بلا، راه بعد المره افهموني عباد الله، افهموني اناسي، افهموني اصحابي، راه بعد المره راه ما تنحتاجوش نبقاو عاد نديرو تباطل ونديرو روينه ونديرو هذا ونشعلو الشمع، راه تتكون ملكه ديالنا، هي البوابه نتاع ديك الغرض اللي باغينو. مثلا في هاد الكارطه ديال البنت الحنطيه اللي راه طالعه لي، عندك اختي الهدف ديالك هو علام فرحك، عندك الاعلام فرحك يعني كنقصد به الزواج، عندك بنيتي الهدف ديالك هو الامور تسرح، هاد العكوسات ديال الدنيا وديال عندك تسرح. اذا بلا ما نحتاج واخا عندك اسرار، بلا ما نحتاج لا نفوس خلا نرون، عندنا لاله ميرا غادي نخدموا غادي نفرشوا لها شغلها، غتكون لك بالفرحه وعلام الفرحه تعطيك القبول الله ود لاله ميرا، غادي تكون لك بتسريحه ديال امور الزواج. وعندك الجزار حنا طالبين لهم التسليم ومسلمين للسيادي، غادي يسرحوا لنا الطريق وغادي يبسطوا لنا الطريق وغادي يكونوا رفقه ديالنا صالحه، وفين ما كانت الحاجه الزينه يجيبوها، وفين ما كان شي واحد باغي ادينا دقتنا الدقات اللي جايبها لينا تترجع ليه بالدوبل. مفهوم؟ مازال اخيتي ربي يسر طريقك، مازال عندنا فرحه وزرع وعندنا حاجه الخير. شوف يا اخيتي، عندك واحد جوج خوت، الكبير فيهم عندك جوج ذكور خوتك من دمك ولحمك، هادو جوج ذكور خوتك من دمك ولحمك يا بنيتي، واحد فيهم راه غادي عنده شي شغل ديال الطبيب اولا شي عمليه جراحيه اولا شي حاجه ديال الطبيب راه عنده مدوز فيها يومين، شي حاجه ديال الطبيب. واحد عندك انت، انا كنهضر مع نتوى الحنطيه، جوج كره عندك من دمك ولحمك، واحد فيهم تيشوف على طريق البحر واش باغي يحرق واش باغي يسافر اولا راه تيمشي ويجي على طريق البحر، والكبير كنشوف اخيتي عنده شي حاجه ديال الطبيب غادي يدوز فيها، واش عمليه جراحيه اولا شي حاجه عنده شويش قاصحه. مفهوم؟ مازال بنيتي ربي يسر امورك، مازال غادي نفرحوا ونزهروا، مازال غادي يكون لينا خير. ردي بالك اختي من الذكر السمر، راني كنقولها ونعاودها، ردي بالك من الذكر السمر اللي راه تيقول لك باغي يساعدك على شغل خدمه اولا على شغل البلاد البعيده اولا على شغل ورقه على امور البلاد البعيده، غيشمتك وغيرزك اخيتي في شي فليسات. سمعتيني؟ ربي غادي ياتيك بالعتبه الحنطيه، ربي غادي ياتيك بفرحه وزهر على امور العتبه، وغادي ياتيك بنصره وخير. عندنا شوفي شي خدمه شي عمل راكي غادي تدخلي ليها البنت الحنطيه، نقول لك تجاره، نقول لك على شي حاجه كتمشي وتجي عليها، المهم شي حاجه واش تجاره اولا شي حاجه خدمه ديالك عمل ديالك، نقول لك اخيتي امورها بجهد الله غادي تيسر. حاليا راه عندك شي مشاكل وراه حاط عليك شي ذكر وشي نتوى راهم حاطين عليك العين وباغيين يدير لك كنقولوا حنا السابوطاج، باغيين يرحلوك منهم. هاد النتوى البيضاء اللي راني هضرت عليها باغا تنتصر عليك على امور خدمتك، واش باغا تخرجك من الخدمه اولا دير لك شي فخر. دي بالك لان شي امور راها تطلع وتتولي تعاود تطلع. مفهوم؟ مغايره مع بنتك، سمعتيني؟ مغايره مع ضنيتك مع النتوى ديالك بنتك اولا مغيره عليها اولا شي حاجه راه مقنتشاك عليها. سمعتيني؟ تتبات اخيتي فرحه وتتباتي تمشي لفراسك وانت فرحه، بحال اللي تجيك انت كطيحي فراسك وهي تجيك شي غمه، بحال اللي شي حد تيجي وتيبرك لك على صدرك، بحال اللي شي واحد تيجي وتيخنقك. عندك اخيتي شي عارض ركب لك على السحر، عندك عارض ركب لك على سحر، وهاد السحر اخيتي اللي تنشوفو دار هادي مده 5 سوقات، 5 سنين ولا 5 شهور ولا شي حاجه تدار عليها. مازال بجهد الله ربي غادي يسر امورك. عندنا نصر على عتبه جديده غادي تدخلي ليها، عتبه جديده اما غادي تشريها اولا غادي تكريها اولا شي عتبه راكي عتبه جديده اخيتي غادي تدخلي ليها، راه عندك عليها حاجه النصره وغادي تدخلي ليها وغادي تكون لك بالخير وغادي تكون لك بالتيسير. غير هو الله يرضي عليك ملي تدخلي لعتبه جديده كنحطوا امور الجواد، لانه ملي كندخلوا لعتبه جديده راه ديك العتبه ما كنسكنوش فيها غير حنا، راه تيسكنوا فيها عمارها. سمعتيني؟ اذا تنرحبوا بهم بزليفه ديال الحليب وشويش ديال الخميره وهذا وجوج عريشات ديال النعناع ونبخروا هذا بشويش د العود. فرحي بجوادك في هذه العتبه باش تعطيك بالخير، لان كنشوفها عتبه غادي تدخلي ليها مرزقه وبجهد الله بالخير والتيسير. شوف اخيتي، انت عندك ركوب حديد على طريق بلاد بعيده راكي قاصداها، عندك ركوب حديد على طريق بلاد بعيده
راكي قاصداها بجهد الله. الام ديالك اختي بحال ما غايره مع شي نتوه بيضاء. الام ديالك شي وحده من دمك ولحمك مستكبره، واش امك ولا اختك الكبيره ولا شي وحده راها من دمك ولحمك مستكبره، كنشوفها اختي مغايره مع شي وحده مرا بيضاء، وهاد المرا بيضاء اللي مغايره معاها مأدياكم اخاتي بشي سحور قديم. هاد المرا واش مرت خوها ولا انا تنهضر وانت سمعي الفال، واش مرت خوها ولا هذا راه مأدياكم بشي سحور قديم. شي وحده مغايره مع امك مأدياكم ومأديه امك ومأديه نتوما مأديه عائلتكم شي سحور قديم. وصلت عندي مازال بجهد الله تفرحي وتزهري. وكنعتذر لا ما بانتش يدي، راه عندي يعني مشكل في الاداه اللي راني هاز بها التليفون. شوف مازال غادي يكون لك خير ومازال غادي يكون لك نصر، راه عندك شي حاجه غادي تدخليها لبيت فراشك جديده، مازال غادي تلعبي بالفلوس الثقيله ومازال ربي غادي ينصرك. وعدتي بصدقه وخرجي الصدقه ديالك، عندك وعده على شغل صدقه تتوعدي وما تتوفيش. ها هي شغل صدقه ثلاثه المرات وهي تطلع، شغل صداقه ثلاثه المرات وهي تطلع لي، وعدتي كتوعدي بها وما تتوفيش بنيتي. الله يرضي عليك، انا نزيد لكم هذا باش يبان التصوير اولا باش تبان كارطه ديالك البنت الحنطيه واعتذر. غير قبلوا عليا، الله يرحم والديكم والله ييسر اموركم. سمعتي حنا غير باهله وكما جات تجي، اللهم لك الحمد. قلت لك اختي عندك شغل صداقه تتوفي بها توعدي وما تتوفيش. راه هذا هو مشكلك مع جوادك، راه هذا هو مشكلك مع امورك. سمعتيني؟ ملي كنوعدوا الجواد هي صدقه الجواد، هي صدقه الجاه، هذه كلها تسمى صدقه الجواد. حتى اللي كنديو كساعات ديال الطعام تنديوهم لباب الجامع راه ديال الجواد، راه علينا وعلى صحتنا وعلى جوادنا وعلى كتوعديو فيه. انا رجعت معاكم. سمعينا بنيتي الله يسهل عليك، كاينه نتوى راها تتشوف لك في فلوسك وتتشوف لك في رزقك، حاستك وتتقلب على اخبارك الشاده والفاده، كتبقى كتسول عليك. ردي بالك ما عندكش منها طاقه سحور ولكن عندك منها طاقه عين وتابعه. الله يستر. الحنطه اخاتي اللي راكي مدابزه مع الحنطه بربع القد اللي راكي نتوي على خصم وتوي على فرق، راه غيرجع للعتبه. ما تخمي ما تبكي لانك باكيه ومدمره عليه، وبحالي تتقولي الله ياخذ الحق في اللي كنحيله سبب بيني وبينه، لان الام ديالو هي سبب الغيار اللي واقف بينك وبينه على العتبه. يعني ديك الهجره اللي هاجر لعتبته والتقنديشه اللي عندك انت وياه وديك الغيار اللي عندك انت وياه، الام ديالو هي السبب. باش سبب بهضره وكلام، والسبب انها مطمعه فيه. سمعتيني؟ والسبب اخيتي اسحار اللي مدير لك، لان الام والاخت ديالو سابقين لك على شي شغل اسحار، انا واقفين لك على شي شغل اسحار. سمعتيني؟ كنهضر على الحنطه مربوع القد، رغم ذلك بجهد الله ورسول الله، بجهد الله ورسول الله، ويلا كانوا عندك شي جواد واقفين ووعدهم شغالهم مأدي، ما كنتش موعده بالشغال، المهم جوادك راه غيوقفوا معاك بجهد الله ورسول الله وربي الحبيب واقف اكثر. هاد الحنطه مربوع القد راه راجع لعتبته. سمعتيني؟ عندنا بنيتي عرض الكتاف واقفه انت ويا على شغل طلاق. ها انت اخيتي في طابله المخزن تتحاكمي مع ضرب القلم، الا ما كانتش كاينه اخيتي في طابله المخزن انت وعرض الكتاف واقفين على شغل طابله المخزن قبل ضرب القلم على شي شغل ديال الطلاق. كاين بينك وبين الطلاق اختي، لان هاد عرض الكتاف اختي عنده حاجه البليه وعنده حاجه الفساد وكيجلس في طباليد القصاير، وغير ذلك عنده اخيتي شي نتوى كان معاها هذه 3 سنين، ما بين 3 سنين و50 هو وياها، كان موعدها بامور زوج، ويمكن الا عنده معاها ضنايا اولا كان له معاها زواج، لانه كاين الضنايا جهتهم واقفه طابله المخزن. شي وحده اخيتي مازال هاد السمره هذه اللي كان معاها مازال تابعه. سمعتيني؟ مازال تابعاه ومازال تشعلو في الشمع ومازال. السيد راه كاين انت وياه طلق من غير لا كان ربي الحبيب معاك، ومن غير لا قديتي امورك كتقاد امورها هي. انا تنهضر يعني وانت قيسي فالك على قياسك. مازال علام الفرحه اخيتي غادي يوقف. نقول لك اخيتي هنا 5 وقات غادي يكون لك شي زواج بالنسبه للحنطيه اللي طامعه في الزواج. نقول لك اخيتي هنا 5 وقات غادي يكون لك شي علام الفرح بجهد الله. قصد امي معيشه عندك شي حاجه مشكل، عندك معيشه السودانيه. ها هي امي معيشه عندك، امي معيشه والبوهالي باكين، راه تيوقف عليك شي راجل واش تدابزي معاه ولا تيبكي عليك ولا تتبكي عليه وتتوقف عليك لما معيشه سودانيه. شي وحده تتوقف عليك بالكحل اختي كتشوفيها هي في منامك، اما تضربك اما تغوت عليك، اما لانهم عندك لما معيشه وعندك سيدي البوهالي حنا مسلمين للسيادي باكين عليك. سمعتيني؟ مقنتشين عليك وباكيين. علام الفرحه اختي واقفه، انت علام الفرح واقف لك 2 مرات بجهد الله. واقف لك المره الاولى على بيت فراشك، يعني الزواج راه كاين، ولا كنتي في طلاق راه كاين الرجوع. المهم واقف لك علام الفرح على بيت فراشك، وعندك الشمت اختي وعندك البكيه على الفلوس الثقيله اللي مشات لك.
ضيعتيها في الهواء الطلق اولا تشمتي فيها اولا، وواقف لك اخوتي بعلام الفرح من عند الفلوس على شي فلوس اللي كتساليها لشي ذكر. شي ذكر راه كان كيجي كيدخل العتبه عندك واش دالك شي فلوس اولا سلفتي من عنده شي فلوس وبغى ينكرك فيها، ولكن علام الفرح راه واقف غادي ترجع لك بالصلاه والسلام على رسول الله. فرحه وزهره خيتو غادي تفرحي بجهد الله ورسول الله. نوضي خدمي الجزاره، ها انت شوفي دايرين بك الجزاره، الحنطيه دايرين بك سيادنا الجزاره، ملوكك سمعتيني، ملوكك اختي، خدميهم قديرهم شغالهم. راني كي قلتها في الاول كان مازالها ما كيوقفوا عليك. عندك شغل الجزاره حاكم، حنا مسلمين ليهم. شغل الجزاره حمو اخاتي، عندك ملك ديالك، نوضي خدمي غادي يسرح لك طريقك وغادي يوقف ضد اعدائك بجهد الله ورسول الله. ربي يسر امورك، ربي يفتح البيبان في طريقك. الفلوس اخاتي مازال غادي تزهر معك، سمعتيني، الفلوس والرزق مازال غادي يزهروا معك، مازال غادي يكون لك خير وتيزير، ومازال غادي تكون لك فرحه. وعندنا خيتي رحيل، سمعتيني، عندنا رحيل وعندك جميع الشمل مع الذكر السمر الطويل. عندنا رحيل بجهد الله نقول لك في الاول شهر 9 نقول لك في شهر 8 غادي تبدلي عتبه. وعندك جميع الشمل مع السمر الطويل، سمعتيني، عندك جميع الشمل مع السمر الطويل. مازال اخيتي غادي تفرحي وتزهري حتى مع الذكر الابيض، راه طالب الرجوع وراه باكي على الرجوع، سمعتيني، راه طالب الرجوع وراه باكي على الرجوع. غادي ترجعي انت وياه، لانه اصلا الفرق اللي كان بينك وبينه، الفرق اللي كان بينك وبينه غير بفعل فاعل، غير باسحار تدارت لكم وعائلته دخلوا بالشر. ومهم انا تنقولوا انت قيسي لك، مازال ربي يسر امورك، مازال ربي يفرحك. ونحط لك اختي فرحه وزهر ديالك على الضنايا اللي راها مضيومه، على الضنايا اللي راها عندها شي مشكل في الارحام، اللي عندها تقى في الارحام، غنحط لك الفرحه والزهر ونطلب الله اللي يناولك ربي يفرحك. نوضي خيتي خدمي امورك وقاديها انت، واقفه لك الفرحه والزهر على شغل الضنايا الا بطلتي الاسحار اللي مديورين لك من جهه النتوى البيضاء، اللي راها تتسوق الحديد ولا راها تمشي وتجي على طريق طويله، ماشي على بلاد بعيده، ساكنه في مدينه بعيده عليك، سمعتيني. راه ما غتكون لك هاد الفرحه وزار على شغل ضنايا تتبطلي الاسحار، لان راه مديوره لك، سمعتيني. واختي راه جايك الخير وجايك التيسير بجهد الله ورسول الله، وربي ينصرنا وينصرك، وربي يفرحنا ويفرحك. بالنسبه للبنت، الناس كيف ما كانت سمره بيضاء حنطيه، الناس اللي بغاو الكشف الخاص، كشف خاص، هادي راه غير طاقه، هادي راه غير فعل. اللي بغاو الكشف الخاص يتواصلوا معايا على رقم الواتساب اللي غادي يبان على الفيديو، اللي راه باين على الفيديو. تواصل، راه كشف خاص، راه مدفوع الاجر، ما غنضيعش معاك طاقتي نتاع 25 دقيقه ولا 30 دقيقه فما فوق مجانا، لان راه تيحضروا الجواد وكنفرش لك بكارطه ديال المجمع والبخور وشعل لك الشمعه ديال الضو ديالك وانا تنهضر معاك. ما يمكنليش ندير هذا الشيء مجانا، هذا الشيء راه بالابيض ديالو بفتوحو، مدفوع الاجر. الناس اللي بغات امور جلب وتهييج الحبيب، محبه دائمه بينك وبين شريك حياتك، اللي بغات ترجع راجلها، اللي بغات ترجع صاحبها، اللي ترجع عشيقها، اللي ترجع الغايب، مرحبا والف مرحبا. الناس اللي بغات امور ازاله الاسحار، ازاله امور الشعوذه، تباطيل، قطع العوارض، قطع العين والتابعه، تواصل معايا على هذا الرقم اللي راه باين على الفيديو. بالنسبه للناس اللي بغات صوابات الملوك، اللي بغات تفتح البوابات، كيكون عندك شي ملك، راه كي كنقول دائما راه ماشي دائما خصنا نشعلوا الشمع الجلب، راه يقدر ما بينك وبين الزوج ديالك كتلقاي واقف عارض الحمر، دونك باش يرجع الزوج ديالك ماشي كتشعلي له الشمع، كتزولي ديك العارض يا د الحمر يا كحل يا كنزولوه حتى يرجع الراجل بلا ما تحتاجي تشعلي له الشمع، مفهوم. تقدر مثلا شي واحد اللي صديقك وهذا اللي شي صاحبك او عاشقك او محبوبك باغي يجيك للزواج، ولكن ما كتسالحش الامور، كتكون مثلا شي بوابه ساده طريقك انت وياه، انت تديري الكاش باش تعرفيش من البوابه اللي ساده طريقك، غير كتفتحيها كتقدي لها صوابات يرجع ديك السيد او تيجي يخطبك ديك السيد. انا تنشرح لكم التفاصيل. بالنسبه للناس اللي بغات الزيارات او اللي عندها شي زياره واقفه عليها او اللي بغات شي حد يتقدم عليها في شي شغل ديال الطبالي او شغل ديالي، مرحبا والف مرحبا، اللهم لك الحمد. كلشي كنديروه بالصفا والنيه، وكل شيء كنديروه وربي تيجيب التيسير على يدينا، اللهم لك الحمد. هذه بركه عطاها لنا ربي الحبيب واحد خلاوها لنا جدودنا، كنحمدوا الله عليها، ما حنا دايرين شعوذه، ما حنا، اللهم لك الحمد. الناس اللي بغاو نستمر معهم على قراءه الفلات بحال هذا الشكل، على قراءه الطاقات بحال هذا الشكل، يدعموني بلايكات وبتعاليق ويضاعفوا التعاليق ديالهم باش انا نستمر معكم في قراءه الفلات ونخليكم. وشكرا لكم ومرحبا بكم في اي وقت، والسلام عليكم.